السلام عليكم. معكم اخوكم عماد من فلوريدا الجميلة، فلوريدا سانشاين ستيت التي لا تغيب عنها الشمس، فلوريدا الجهنم الحر. فلوريدا أسوان معايا. انا فيديوهاتي طبعا مختلفة عن اي حد تاني خالص على اليوتيوب كله معايا. انا بتكلم في حاجات انا مقتنع انها صح، ما بحبش اتكلم في حاجات كلام اهبل والكلام ده عشان اعمل ريتنج وارفع اليوزر. انا ولا يهمني اليوزر ترتفع ولا اي حاجه. انا باخد اليوتيوب دي هوايه مش اكل عيش يعني. لو هي اكل عيش كنت صرفت عليها بقى ايه دم قلبي، وانا مش فاضي اعمل الحكايه دي. تمام. انا اكتفي بحضراتكم والناس الحلوين اللي زيكم دول يكونوا معايا، ده كفايه عليا. ماشي، كواليتي بيبول. حلقه اليوم هتكون لما اكون في امريكا. اوكي، نفرض انت عايز تشتغل في امريكا، اوكي، وعايز تشتغل سواقه. السبب انا بعمل الحلقه دي، في واحد سالني اعمل حلقه عن الموضوع ده. اوكي، يعني عندي خبره طبعا، اوكي، لان انا سوقت الحاجات دي. تمام. لما انت بتسوق عربيه مثلا نقول اوبر، تمام، اوبر انت هتسوق ناس، يعني هتوصل ناس وتجيبهم، اوكي، وفي نفس الوقت اوبر ممكن تجيب اكل. خلي بالكم، يعني ممكن تجيب ايه اكل توصله للبيوت، اوكي. بس المشكلة في التوصيل انك انت لازم تشتغل ساعات طويلة. يعني انت ما تقدرش تقول ايه انا النهاردة عملت مثلا 250 ميل. طبعا العربية هترتفع الاميال بتاعتها بطريقة رهيبة. يعني العربية ممكن تعمل في اليوم 250 ميل، ممكن ايزي 250 ميل، يعني عادي خالص، اوكي. بالتالي لازم يكون معاك لاج بوك، كتاب يعني، وتخلي بالك من اميالك عشان تغير الزيت من المستحسن تغيره كل 5000 ميل، اوكي. يعني اكتب كده، شوف العداد بتاعك لما بيقف على 5000 تغير الزيت. يعني قبليها مثلا بيوم لما يكون عندك 4900 اعمل حسابك بكره انت لازم تغير الزيت، مفيش شغل، اوكي. ودي مصاريف، خلي بالكم. تمام. هل من المستحسن تشتغل سواقه لحسابك؟ من المستحسن، بس لها قواعد. اول قاعده انك انت ما تعتمدش على ولاد الكلب اوبر، لان اوبر في زباين عنصريين. لما انت هيشوفوك انت مصري ممكن يدوك ريتنج اقل من 5، ويقولوا مثلا ايه الراجل ده عنده كوميونيكيشن بروبلم، الراجل ده ما يسمعش كلامنا. يعني هما كده، في ناس عنصريين. امريكا فيها عنصريه، خلي بالكم. انا ما اقدرش اقول امريكا ما فيهاش عنصريه، لا، امريكا فيها عنصريه، بس مش هتعرف تحلها. لان اوبر يعني اوبر خوالاه شويه. بمعنى صح ايه، لما بياخدوا شكوى من العميل بيجيبوها ضد السواق. يعني العميل ممكن يقول ايه اي حاجه عنك، مثلا ايه الراجل ده شتمني، الراجل ده مثلا ما يسمعش الكلام، في كوميونيكيشن بروبلم، الراجل ده مش فاهم، بيسوق وحش والكلام ده. يعني معنى صح ممكن يطيروك من على الاب. والله ممكن يطيروك، يعني تشال خالص على الاب، اوكي. بالتالي اللي انا بنصحه بقى ايه، لان في واحد سألني عن الموضوع ده، اللي انا بنصحه انك انت تسوق كذا اب. بسيطة جدا. انا هنا على بول مارت، خلي بالكم. تمام، اوكي. يعني ايه سوق كذا اب؟ يعني معنى صح ايه، ما تعتمدش على الخوالات بتاع اوبر دول، انك انت شغلك هيكون مهدد، انت ممكن تخسره في اي وقت، واخد بالك. بالتالي اشتغل مثلا، انا ادي ريكومنديشن تشتغل على ايه، ليفت، LIFT، اوكي. ليفت كويس. ليفت الناس اللي شغاله عليه ما بيسمعوش كلام الدرايفر، كلام الزباين، بيسمعوا كلام الدرايفر بس، واخد بالك.
وبياخدوا صف الدرايفر اللي هم السواقين، تمام. بالتالي اشتغل ليفت وقلل شويه من اوبر، اوكي. يعني اوبر ده قمار، انا ما اقدرش، اوبر ده حاجه جميله قوي يعني، اوبر ده خرا يعني، اوكي. بس يعني اوبر يعني مش صاب نطش يعني، اوكي، لان الاداره بتاعته بايظه، الاداره بتاعته بايظه. وناس كتير بيسوقوا اوبر دلوقتي وبيسوقوا حاجه اسمها فود ديليفري، دور داش مثلا، هاب جراب. الهاب جراب ده بتودي اكل وتوصله. الابليكيشن بتاع الاكل والكلام ده، انا رايي الشخصي احسن من الزباين. ليه بقى؟ اولا في تبس عالي، البقشيش بيكون فيه عالي قوي، تمام. تاني حاجه انت هتستريح من الخلق الوسخه اللي بتوصلها كل يوم دي، واحد عنصري ولا واحد ابيض ولا ريد ناك ولا واحد كوكلاس كلانس، ما هيفقعك شكوى، هيطيرك. بس خلي بالكوا الشكاوي اللي بتتقدم في ليفت ملاش تأثير على السواق، خلي بالكوا يعني. بالتالي اللي انا شايفه ان ليفت امان اكتر لو انت مصر توصل زباين، لو انت مصر يعني، تمام. بس كبقشيش لا، هيكون قليل. ايه بقى عيب الفود ديليفري؟ عيب الفود ديليفري انك انت بتعمل توصيلتين. نمرة واحد، بتروح تجيب الاكل، يعني قول مثلا 3 ميل، ماشي، وبعد كده هتروح للزبون، نقول مثلا 4-5 ميل، يبقى 7 ميل. انت هتاخد كام؟ ما بين 5-6 دولار في الطلبية، تمام. بس في خبر كويس، انك انت ممكن يطلع لك بقشيش في الموضوع ده، وبقشيش كويس. انا اعرف ناس عملت 80 دولار في اليوم بقشيش، اوكي. بالتالي ما تسمعش كلام اللي هم الناس اللي هم بيعملوا هرطقة على اليوتيوب، يقول لك 4 ساعات سقت اوبر عملت 400 دولار. اقول له عندهم التيتي اشخر له معايا. يعني 4 ساعات عشان تعمل 400 دولار، يبقى انت اكيد بتوزع مخدرات، اوكي. وفي ناس تقول لي ما انت ممكن تركب عربيه غاليه، اللي هي اللكسس، اللي هي اسمها ال سوبر معايا، ال اس، اوكي. ال اس ده يعني بياخدوا على ميل 4 دولار، تمام. يعني عنده عربيه بي ام دبليو، عربيه لكسس والكلام ده، عربيات فاخره يعني، اوكي. بس دلوقتي خلي بالكم، الامريكان دلوقتي افتقروا، معهمش فلوس زي الاول. بالتالي هما لما بياخدوا العربيه، لما عايزين يوصلوا مشوار، بيختاروا رخيص. ايه هو الرخيص؟ اوبر ال. اوبر ال ده بياخدوا على ميل مش عارف 80 سنت. انت عارفين يا جماعه اوبر بتاخد كام على الاميال؟ يعني قول مثلا الزبون دفع 20 دولار، انت هتخش لك 10. اوبر بياخدوا 50%. خلي بالكم اوبر بتاخد 50%. انا اتحدى لو اي حد تاني قال الكلام ده، يعني غير الكلام ده، تمام. 50%، يعني الزبون دفع 20 دولار، انت هيجيلك 10 دولار بالظبط. بالتالي عيب الشغلة دي انك انت توصل ناس هيطلع بيكك سواقة معاه، والاميال بتاعتك هترتفع. يعني انا اعرف واحد كان بيسوق بيوصل ناس والكلام ده، واكل كمان، تمام، اوكي. العربية في سنة عمل 70,000، سنة واحدة 70,000 ميل، ده كتير جدا معاه. بس انت مضطر في حاجة مهمة، خلي بالكم، انت ما يهمكش الاميال قد ايه، انت يهمك انت هتطلع في اليوم قد ايه. وما تبصش انت سقت كام ساعة. اصل بص يا حبيبي، لو انت شغال هتقول انا ممكن اعمل في الساعة 15 دولار واشتغل شغلتين واعمل كذا وكذا. بس اسمعني يعني، نقول انت عملت في الساعة 15 دولار، اوكي. نقول مثلا 8 في 15 120 دولار، تمام. بعد ضرايب 100. الشغلة التانية نقول مثلا اشتغلت اهو 15 دولار برضو، تمام. بعد الضرايب يبقى 100، يبقى الاتنين كام؟ 200، تمام. طب انت ممكن تشتغل في عربيتك، انت مالك
زمام امورك، يعني البيزنس بتاعك، عربيتك وكل حاجة. تمام. ممكن تطلع في 16 ساعة او 17، عشان برضه اكون حقاني 17 ممكن. تمام. ممكن تطلع في حدود $280. طلع الجاز بتاعك $30، يبقى انت معاك $250 بس. احسن. العيب بتاعها هيكون عندك اميال بشعة، يعني اميالك بتاعتك هتكون عالية اوي 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 اوي. تمام. وبالتالي لازم تعمل ريكورد للمينتنس، وفي نفس الوقت تغير الزيت زي ما انا قلت في المواعيد بتاعته، مهم جدا. وتغير حاجة اسمها الترانسميشن اويل. الترانسميشن اويل ده يتغير في حدود كل 60,000 ميل تغيره. اوكي. تمام. بالتالي لازم تعمل ميزانية كل شهر تغيير زيت، ونقول مثلا كل شهرين تغير الترانسميشن اويل. اوكي. يعني كل شهر مثلا انت هتغير الزيت. انا عن نفسي بغير الزيت بتاعي ببلاش، الديلر بيديني تغيير الزيت ببلاش. اوكي. كل اللي اعمله سولو هو غيرهولي. اوكي. كل 5000 ميل. تمام. الناس اللي هي هتعملها على حسابك، عربية مستعملة طبعا الكلام ده، انا شايف اعمله بايدك. يعني تجيب الكتاب بتاع العربية، بتاخد كام كورت، اللي هي الكورت يعني العلبة زيت، وتتعلم ازاي تفك الصامولة بتاعت الزيت، تعمل درين والكلام ده، تجيب الفلتر الرقم بتاع العربية. تمام. لو انت مش عارف، روح بيب بويز ولا اي محل بيبيع قطع غيار، هيقولك تشتري ايه بالظبط. تمام. الموضوع انا افضل سينثيتك اويل. السينثيتك اويل ده بيقضيك مدة كبيرة وبيحافظ على الموتور. نقول مثلا كله على بعضه تغيير الزيت هتكلم كام يا رب؟ قول $40، $45 لو انت عملته بايدك. لو انت هتعمله عند واحد هياخد منك $80. اوكي. يعني حاجة ترجع لك انت. تمام. بس انا افضل اعمله بنفسي انا. تمام. لو هي حاجة سهلة زي كده، فرامل هتغيرها اللي هي لقدام كل 10,000 ميل، كل 10,000 ميل او 15,000 ميل هتغير الفرامل. اوكي. لقدام. تمام. ممكن تجيب واحد يعملها لك، ياخد منك $40 او $50 حاجة كده، يعملها لك وانت قاعد. بلاش تروح للميكانيكي يعني. اوكي. واحد يعملها لك وانت قاعد. يعني حاول تكتر علاقاتك مع الناس، لان في ناس كتير من بيشتغلوا في الميكانيكا بيفضلوا يعملوا الحكايه دي على السايد، يعني السايد جاب. اوكي. بالتالي ممكن انت تلاقي حد يعمل لك بسعر رخيص، لان الميكانيكي هياخد منك 100 او 120، وده يعني كتير بتدفع 120 يعني. اوكي. واحد تاني ممكن يعمل لك ما بين 40 ل 50. اوكي. بس كده. بالتالي الخلاصه ايه في حلقه اليوم؟ تمام. لما تيجي تشتغل توصيل، وانا شايف ان دي احسن شغله في امريكا، بالذات الناس الكبار في السن. اوكي. واحسن من الوظيفه، لان الوظيفه مش هتوديك ولا هتجيبك ولا هتعمل لك اي حاجه. الوظيفه يعني انت ستاتس كو، يعني انت فروزن، متجمد في مكانك على حسب ساعاتك، ويوم ما تخسر وظيفه انت باي باي. اوكي. بالتالي يعني الوظيفه ممكن تخسرها، وفي نفس الوقت فلوسها مش جامده قوي يعني زي انت فاكرين يعني. اوكي. بالتالي انا شايف الناس اللي هي تيجي هنا عايزه تشتغل لحسابك، تشتغل بقى توصيل اكل والكلام ده، ممكن توصل ناس، بس حاول تبتعد عن اوبر واشتغل مع ليفت. ده رايي الشخصي، طبعا كل واحد حر مع رايه. وبلاش يا جماعه تشوفوا فيديوهات تانية يقول لك انت بتعمل مبالغ رهيبه، اللي يقول لك 400 يا جماعه دول كدابين. يعني في واحد عراقي طالع مره على اليوتيوب بيقول لك عمل في 4 ساعات $400، يعني كداب يعني، واد غاوي فشخره يعني. ما في ناس كده تحب تفشخر. تمام. والامريكان برضه يحبوا يفشخروا ويقول بقى كذب، عشان يقول لك ماي جاد ايه الواد ده عمل $400 يا نهار ابيض. تمام. اوكي. كله كذب. الكلام ده كذب من واحد قاعد في امريكا يعني. اوكي. كذب ما بيحصلش. اوكي. بالتالي حاول بقى ايه توفق امورك، وسيبك انت من الوظيفه اللي انت شغال فيها. لو انت بتعمل فيها $15، لو انت بتعمل في وظيفه مثلا مبلغ جامد كويس جدا يعني بروفيشنال، يبقى اقعد في الوظيفه.
غير كده ماشي، لو انت مش بروفيشنال بتعملش فلوس كتير قوي يعني بعض الوظايف، اوكي، تشتغل بقى لحسابك، توصل اكل، توصل ناس والكلام ده، وممكن تعمل لك مثلا، تعمل لك يعني انت ممكن تعمل لك في الاسبوع لو انت اشتغلت كل يوم بامانه يعني ما بين 700 ل 1000، ما بين 700 ل 1000 في الاسبوع. يعني ممكن تعمل ما بين 700، ده اقل حاجه لو انت شغال كل يوم. خلي بالك انا مش بتكلم 3 ايام و4 ايام زي الواد اللي بيكذب ده، تمام كده. تشتغل ما بين، هتعمل في الاسبوع ما بين 700 ل 1000. متهيألي 700 ل 1000 ده الصافي بتاعك يعني بعد البنزين وكل حاجه. متهيألي كويس يعني. 700 في 4 2800، مش وحشين 2800. ما هو معك عربيتك وكل حاجة ومية مية والكلام ده كله، واخد بالك. عملت 1000 يبقى انت عملت 1200 زيادة، يبقى عملت 4000. بالتالي مش وحش يعني. انا شايف ده دخل مش وحش في امريكا ابدا يعني. وبعدين خلي بالك وانت قاعد في العربية، تمام، انت مش هتروح البيت، انت بتاكل بتشرب في العربية، بتاخد راحتك في العربية. بالتالي يعني الناس اللي هي قاعدة توفر حتى ايجار، مش عايزة تدفع ايجار، ممكن تنام في العربية، تمام. ودي حلقة تانية هقولك ازاي تعملها، اوكي. واتمنى الحلقة دي تكون نالت اعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.